المفروض نرسم حاجة زي كده. ازيكم يا فنانين المستقبل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. لو دي اول مرة تشوفوني، انا مريم ودي اول قناة فنية تعليمية، والنهاردة هنبتدي الشرح العملي في اختبار من اختبارات قسم فنية من كلية التربية النوعية وقسم فنون من كلية الفنون الجميلة. النهاردة هنتكلم عن اختبار التعبير الفني او اختبار الرسم، واي معلومات نظري محتاجينها عن الاختبار ده، ان كان درجاته او توزيعها بيتم ازاي، او كمان الادوات اللي احنا هنحتاجها فيه. كل المعلومات دي هتلاقوها في الفيديو اللي هتلاقوه هنا في علامة الاي، او كمان في الديسكريبشن بوكس تحت في صندوق الوصف هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو ده. ويلا بينا ندخل في العمل. ايه هو بقى التعبير الفني ده او الرسم؟ هو عبارة اني برسم مشهد من المشاهد، بس بيتم عن طريق القلم الرصاص. يعني برسم ده بالقلم الرصاص بس. ازاي هحدد المشهد اللي انا هرسمه؟ المشهد ده بيتحدد عن طريق السؤال اللي بيجيلكوا في الامتحان. طيب هل انا ممكن اتوقع السؤال ده يجيلي عبارة عن ايه؟ ممكن، بس مش بنسبة كبيرة. يا الا هيكون موضوع عام زي الموضوعات اللي احنا بنعرفها عموما، ممكن حاجة بسيطة زي الرياضة، مشهد يمثل الرياضة، او مشهد الريف. ممكن يكون كمان دور من الادوار، او مشهد من المشاهد اللي بتحصل في تطور الدولة اللي احنا فيه ده. بما ان مصر بتتطور الفترة دي، ففي حاجات كتير بتحصل، في مجهودات بيعملها الجيش، في مجهودات بتحصل كبناء مثلا او كتعمير او تحويل المناطق العشوائية لمناطق جديدة وراقية. ممكن نتوقع ان الاسئلة تيجي في الموضوعات دي، زي مثلا لما بنبقى في المدرسة ويجوا في لما يبقى عيد الام مثلا، فيقول لكم ارسموا موضوع عن عيد الام. هو نفس الفكرة تقريبا، ان هما بيشوفوا ايه الحاجات المناسبة والوقت اللي احنا فيه ويجيبوا لكم اسئلة فيه. بس ده مجرد تخمين، مش شرط يكون اكيد. دلوقتي انا هديكم مثال مثلا لسؤال امتحان من الامتحانات، ونشوف ازاي هنطبق عليه عملي. هوريكم صورة هنا، احط لكم صورة ليه هنا، وهنبتدي نوصف الصورة دي ونشرحها ونشوف ايه الحاجات الاساسية اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها في امتحان التعبير الفني او الرسم. ممكن مثال يبقى بيقول لك ايه مثلا: نحن نعرف الدور الكبير لرجال الاطفاء، ويقول لك مثلا: وضح لنا مشهد من المشاهد البطولية لرجال الاطفاء او لعاملي الاطفاء من خلال استخدامك للقلم الرصاص. فيحط لكم صورة هنا. المفروض نرسم حاجة زي كده، وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان المفروض المشاهد اللي نرسمها تكون بشكل كبير من خيالنا، مش واخدينها من صورة على النت مثلا، او مشهد شفناه وكررناه، او مشهد رسمناه 3000 مرة في ثالثه اعدادي. لا، كل الحاجات دي مش هتنفع. نحاول شوية ان احنا نبقى بندي اهتمام للموضوع، وندي مثلا بتاع 10 دقايق خيال كده، ونشوف المشهد اللي هيجي في دماغي ازاي اقدر انفذه عملي. وده مشهد من المشاهد هنشرح عليه دلوقتي، وهقول لكم ايه الحاجات اللي مهمة في الصورة دي ناخد بالنا منها ونعملها لما نيجي نمتحن التعبير الفني. ادي الصورة. اول حاجة المفروض ناخد بالنا منها وهي ان يبقى في اكتر من وضع واكتر من زاوية لاشخاص. يعني احنا لازم هنرسم اشخاص، ولازم نرسم اكتر من شخص. يعني المشهد اللي احنا بنفكر فيه او اللي جه في بالنا يفضل ان يكون فيه اشخاص، والاشخاص دي يكونوا بوضعيات وبزوايا مختلفة، زي رجل الاطفاء اللي موجود هنا ده وهو شايل البنت بوضع وبزاوية، والراجل اللي باصص من الشباك ده بزاوية تاني، وكمان الطفلة اللي شايلها رجل الاطفاء برضو واخدة وضع تالت. اللي احب اقوله لكم في النقطه دي واطمنكم ان انتم مش مطالب منكم انكم توضحوا ملامح الوش بشكل كبير. يعني مش هيبقى تركيز كبير عليه، لان هم عارفين ان غالبا اللي بيبقوا داخلين لسه تربيه نوعيه او فنون جميله مش بيبقوا بروفيشنال يعني، بس بيشوفوا البذره الاولى. فمش مطالب منكم انكم تبينوا تفاصيل وملامح الوش بشكل كبير. حاجه مهمه جدا وبنغلط فيها كلنا واحنا في البدايه، وهي اننا مش بنوضح الملابس اللي بتبقى على الاشخاص. انتوا لو ركزتوا هنا هتلاقوا ان الراجل اللي شايل البنت باين الجاكيت وباين الفيست اللي ملبوس تحت الجاكيت، وكمان باين البنطلون. لازم التفاصيل دي والخوذه والحاجات دي المفروض ناخد بالنا منها ونديها شويه اهتمام، لان هي بتبين التفاصيل وبتبين قد ايه انت بني ادم بتركز في التفاصيل. لان اهم حاجه في الرسم هو انك بتلاحظ كل حاجه في الرسمه عامله ازاي وتفاصيلها عامله ازاي، وايه الغامق وايه الفاتح فيها. كمان لازم ابقى برسم عناصر تخدم لي المشهد ده. يعني مثلا لو انا بتكلم عن برسم مشهد من مشاهد الرياضه، هل ينفع ابقى بعمل مشهد رياضه مثلا لكره القدم ومرسمش فيه الكره نفسها بتاعه كره القدم، او مرسمش فيه شبكه، او ما بينش فيه الخط بتاع الملعب نفسه الارض؟
رسمه الخطوط اللي في الارض مثلا، لا كل الحاجات دي ما ينفعش، لازم الحاجات دي تترسم وتبين لي وتخدم لي الموقف. زي ما احنا موجودين دلوقتي في المشهد ده، عندنا باين رسمه الحيطه وباين التليفون وباين الكائنات الصغيره زي الكلاب والقطط والتفاصيل دي، وكمان شعلات النار. كل الحاجات دي تخدم لي الموقف وتبين لي ان انا في وضع حريق حصل في بيت طبيعي، مش حاجة خيالية. يعني مش برسم ناس حصل لهم حرائق مثلا، ولا رجال اطفاء الحريق دول في الهواء في السماء مع نفسهم، لا لازم يبقى اوضح الموقف شكله عامل ازاي، المكان فين، التفاصيل بتاعته ايه. مش لازم تكون تفاصيل كتير، بس على الاقل لازم يبقى الوضع باين، رجليهم مسنودة على ارض، جنبيهم حيطة، الطرف ده موجود فيه ترابيزة مثلا، هنا في شباك، التفاصيل اللي تخدم لي الموقف. اهم حاجة في كل ده وهو ان انا احدد مصدر اضاءة واحد. يعني احنا لو بصينا في الصورة هنلاقي ان الجزء اللي من فوق هنا هو الاضاءة، وطول ما احنا ماشيين في الصورة كده لحد ما نوصل للتليفون والتفاصيل اللي جنبه هنلاقي ان الجزء بقى غامق، يعني الاضاءة عندي فوق والجزء بتاع الظلام او الغمقان تحت. فانا لازم ابقى حاطط مصدر اضاءة واحد للمشهد كله، وعلى اساسه ببتدي اتحرك واعمل كل تدريجات القلم الرصاص في الرسمه. يعني ما ينفعش ابقى هو ده مصدر الاضاءه واروح مغمقه الحيطه جامد، يعني لازم بدايه الحيطه من عند الاضاءه تكون فاتحه، وكل ما امشي اللي بره كده او اللي بعيد تبتدي الطوب او شكل الحيطه يبقى لونه اغمق علشان ابقى منطقي اكتر، لان احنا مصدر الاضاءه المفروض بيبقى واحد في اي رسم. وبناء على ده وبناء ان احنا اخترنا مصدر اضاءه للمشهد بتاعنا، فبالتالي لازم بنحدد على اساسه الظل والنور، ان كان الظل والنور في الاشخاص او في المكان او في الاشياء او في كل حاجه. فالظل والنور هنبقى محتاجين ان احنا بنظلل كويس، فلازم ابقى شغال التظليل على الاساس ده، وارمي ظلال في الارض على قد ما اقدر توضح لي فين مصدر الاضاءه وفين الظلام. والكلام ده هتعرفوه منين؟ هحط لكم فيديو هنا اللينك بتاعه هيظهر لكم فوق، وهو بيعلمكم ازاي بنشتغل الظل والنور، وكمان تدريبات تساعدكم على انكم تبقوا بتشتغلوا التظليل بشكل كويس. انتوا مش مطالب منكم ابدا ابدا انكم تكونوا بروفيشنال، ابدا ابدا ما تقلقوش، لان انا شايفه في ناس كتير خايفه. لا ما تخافوش، انتوا مش مطالب ان انتوا تبقوا اعظم حاجه في الدنيا، ولو في ناس اصلا هوايتها الرسم وهم بروفيشنال في الموضوع ده فدول بيبقوا الاستثناء مش هم العام او الطبيعي. فما تقلقوش، انتوا مش مطالب منكم ابدا تكونوا بروفيشنال، بس مطالب ان يكون عندكم خلفيه كويسه. واخر حاجه كمان تاخدوا بالكم منها هو انكم مش بتمسكوا القلم وترسموا جامد، لا انتوا المفروض بترسموا بخطوط او الاوتلاينز بتاعت كل حاجه في خيالكم، الاشخاص، الحيطه، الاشياء اللي حواليها، الكلام ده كل ده يترسم بمنتهى المرونه، ايديكم تبقى خفيفه، ما تعملوش خطوط واضحه وصريحه، لان مهما حاولتوا تمسحوها او تظبطوها بعدين هتبقى باينه. فالمفروض ان احنا نرسم كل حاجه خفيف خفيف، وبعدين نزود اللي احنا عايزين نزوده ونخفف اللي احنا عايزين نخففه. وزي ما قلت لكم لو محتاجين تفاصيل اكتر عن ازاي بنحدد مصدر الاضاءه وازاي بنشتغل التظليل وازاي بنشتغل من غامق للفاتح، كل الحاجات دي هتلاقوها في الفيديوهات اللي انا سايباكم هنا، وكمان في الديسكربشن بوكس تحت هتلاقوا فيه الفيديوهات اللي بتتكلم عن ازاي اتعلم الرسم من البدايه، وازاي اشتغل ظل ونور، لان دي حاجه من الحاجات اللي هتتحاسبوا عليها وهيبقى عليها جزء من الدرجه. وبس كده يا فنانين المستقبل، كده خلصنا فيديو النهارده، والفيديو اللي جاي هنكون عن ماده التصميم، وده مهم جدا عشان نعرف ايه هي الاساسيات او الاسس اللي بيمشي عليها التصميم، ونقدر نطلع تصميم كويس متزن مريح للعين، وكمان يخدم الفكره اللي مطلوبه منه. وكمان دلوقتي هسيب لكم شويه افكار وشويه رسومات لحاجات تاني ومواقف تاني علشان خيالكم يتفتح شويه. وبس كده ان شاء الله تعدوا الامتحانات على خير، واشوفكم الفيديو الجاي وانتم شاطرين وناجحين وفنانين مش صناعيه، لو ربنا كاتب لكم انكم تدخلوا كليات فنيه. كل اللي بيجيب ربنا كويس. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.